الفيديو ده ما كانش في الخطة انه يتعمل نهائي، بس انا عملته عشان الفيديو اللي فات. والنهاردة هكلمك عن واحد من افلامي المفضلين، فيلم انا بحبه فعلا وبستمتع لما بشوفه. ودلوقتي خليني اقول لك يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن فيلم ذا جنتلمان اللي اتعمل في اخر 2019، وجاي برضه اكلمك عن مسلسل ذا جنتلمان بس ده اللي اتعمل سنة 2024. فيلمنا ذا جنتلمان بيتبنى طريقة سرد فريدة من نوعها انت ما شفتهاش كتير. بس خلينا نبدأ الأول بقصة الفيلم. قصتنا بتبدأ مع الصحفي أو المحقق فليتشر، واللي معاه سكريبت فيلم مكتوب اسمه بوش، وبوش ده هو اسم تاني للماريجوانا. المهم إنه راح بالسكريبت ده لريموند عشان يبتزه وياخد منه 20 مليون دولار قصاد إنه ما ينشرش التحقيق الصحفي بتاعه أو السكريبت بتاعه. والسكريبت ده هو اللي فيه كل أحداث فيلمنا. وفيلمنا بيحكي عن ميكي بيرسون، وهو راجل أمريكي عايش في إنجلترا وعنده إمبراطورية من مزارع الماريجوانا، بس هو عايز يريتاير ويبيع البيزنس بتاعه. وهنا بيظهر ماثيو، رجل اعمال يهودي مهتم بالشراء، وبيظهر كمان دراي اي من المافيا الصينيه، وبتحصل صراعات كتيره على عمليه الشراء دي. وده اللي بيحكيه فليتشر لريموند، وريموند هو مساعد ميكي بيرسون. فيا ترى اخر الحدوته دي ايه وايه اللي هيحصل؟ وده اللي بيدور عليه فيلمنا. يمكن انا قلت لك ان طريقه سرد الفيلم جديده لانها بتحمل بصمه المخرج جاي ريتشي اللي شارك في تاليف الفيلم وكتابه الحوارات، وهو كمان مخرج الفيلم. طريقة السرد بقى اسمها نون لينير ناريتيف، ودي عبارة عن ان فليتشر بيحكي حاجة في قصة ميكي، بعد كده يرجع للحاضر تاني، وساعات ريموند يعدل عليه في القصة يقول له لا انت فاهم الموضوع غلط. واسلوب السرد في الفيلم عبقري وممتع، والفيلم بيخليك كمشاهد قاعد مترقب لايه اللي هيحصل، لان اكتر ما يميز الفيلم ان هو غير متوقع. يعني من اول مشهد في الفيلم لحد اخر مشهد انت كمشاهد عمال تتفاجئ، وانا قصدي حرفيا اخر مشهد قبل الكريدت والاسامي انت قاعد بتتفاجئ. فطريقه سرد ممتعه وبلوت تويستس كتير، فيلم مكتوب بطريقه بيرفكت، هي دي الابسولوت سينما بجد بقى. ويمكن ده مش غريب على جاي ريتشي، لان النقاد والمشاهدين اعتبروا ان الفيلم ده هو عوده جاي ريتشي للبرايم بتاعه، لان في سنه 1998 جاي ريتشي عمل فيلم لوك ستوك اند تو سموكينج بارلز، واللي كان فيه جيسون ستيثم. الفيلم برضه كان كله بلوت تويستس من اوله لاخره وكان غير متوقع، بس هو الكواليتي بتاعت الصوره ما كانتش احسن حاجه الحقيقه. بعديها بقى بسنتين سنه 2000 جاي ريتشي عمل فيلم سناتش، واللي كان بطوله براد بيت وجيسون ستيثم وبينوكيو ديل تورو، واللي كان برضه معتمد فيه على نفس طريقه الكتابه ونفس البلوت تويستس ونفس القصه الغير متوقعه. بس فيلم سناتش بقى كان ابجريد عن الفيلم الاولاني، وكواليتي الصوره كان احلى بصريا حتى. والفيلمين دول طبعا ريكومندد جدا ان انت تشوفهم. ولو تلاحظ ان البوستر بتاع فيلم سناتش شبه البوستر بتاع فيلم ذا جنتلمان، برغم ان الفرق بينهم 20 سنه. بس ذا جنتلمان بقى هو المرحله الاخيره في تطور جاي ريتشي في الكتابه والاخراج، واللي خلى النقاد والمشاهدين يعجبوا قوي بفيلم ذا جنتلمان هو عوده جاي ريتشي لاسلوبه القديم. لان انت لو لاحظت هتلاقي ان الثلاث افلام مشتركين في حاجات كتيره جدا، لان فيلمنا ده هو ميكس بين الاكشن وعالم الجريمه البريطاني والكوميديا، لان فعلا الفيلم فيه لحظات كتيره هتضحكك. وفي نفس الوقت الفيلم اسمه ذا جنتلمان، فانت شايف بدل وعربيات وقصور بتاعت لوردز ودوكس، فالفيلم اداك جرعه من كل حاجه. وفي نفس الوقت هو الكلاسيك جانجستر سينما، لان فعلا ميكي بيرسون ما يقلش اي حاجه كرجل عصابات عن اي رجل عصابات في اي فيلم في التاريخ. احداث الفيلم بقى بتبدا تصاعديا، يمكن انت في الاول هتحسها ماشيه بطريقه بطيئه، بس بعد كده هتكتشف ان الفيلم ما كانش ينفع يبدا غير بالطريقه دي. وده اللي هيخلينا نتكلم عن كاست الفيلم. ولازم ابدا بفليتشر واللي عامل دوره هيو جرانت. الراجل ده عمل كل حاجه في الفيلم، ويمكن اكتر حاجه حلوه ان هو اللي كان بيحكي القصه كلها، وهو اللي كان بيقول المونولوجات الطويله. وبعده يجي ماثيو ماكونهي بدور ميكي بيرسون. ايه الشياكه دي وايه الكاريزما دي؟ الراجل وشه بيشع كاريزما وايجو كده. وعلى ذكر الايجو فهو ليه كذا كوت في الفيلم حلوه وانا بحبها، بس المفضله بالنسبه لي هي لما قال It's not enough to act like a king, you have to be the king. وكمان في تشارلي هانم مساعد رئيس العصابه اللي عنده OCD وحاسب كل حاجه وفي نفس الوقت يقدر يعمل اكشن عادي. وفي كمان جيريمي سترونج اللي انت اكيد عارفه من مسلسل سكسيشن، هو اللي عامل رجل الاعمال اليهودي ماثيو. واخيرا طبعا ما اقدرش انسى كولين فيرل اللي عامل دور الكوتش، واحد من اجمل ادوار الفيلم. بص من الاخر هو كل شخصيه في الفيلم مكتوبه حلو ومكتوبه عبقريه. دلوقتي خلينا نتكلم عن المسلسل بقى، واللي كاتبه ومنتجه واخرج كام حلقه منه هو جاي ريتشي برضه، لان القصه بتاعته.
كتب، بس المسلسل من انتاج نتفليكس، دي واحده من اروع ما انتجت نتفليكس. قصه المسلسل مختلفه شويه بقى عن الفيلم، واللي بتحكي قصه ايدي هورنمان، واللي هو دوك هالستد، واللي ابوه مات وساب له قصور واراضي، وابوه كان مشارك عصابه بتزرع الماريجوانا تحت واحده من اراضيه. فلما ايدي هيعرف هيحاول انه يبيع المزرعه دي عشان يصفي النشاط الغير قانوني اللي بيحصل على الارض بتاعته. بس في نفس الوقت ايدي كان عنده اخ كبير دايما مسبب له مشاكل وبيورطه في مشاكل كتيره، وكل ما ايدي يحاول يحل مشكله اخوه مسببها له بينغرس في عالم الاجرام والمافيا اكتر، وهو مش هيكون واخد باله ان هو بينغرس اكتر، وكل مدى فرصه طلوعه من العالم الاجرامي ده بتكون مستحيله. فقصه الفيلم والمسلسل قريبين من بعض، بس في نفس الوقت هم مختلفين في شويه حاجات. المسلسل مكون من 8 حلقات، وكل حلقه مدتها حوالي ساعه، ويمكن الاختلاف الجوهري اللي بين الفيلم والمسلسل ان المسلسل فيه خطوط اكتر، وكل شخصيه في المسلسل بتتحكي حكايتها على مساحه اكبر، وده طبيعي لان المسلسل اطول من الفيلم. بس اللي بيميز المسلسل هو اللي بيميز الفيلم، ان الاحداث كلها غير متوقعه وفي بلوت تويستس كتيره، واظن دي حاجه بقينا كلنا متوقعينها وعارفينها في اي عمل هيكون فيه جاي ريتشي. يمكن بس النقد اللي توجه للفيلم والمسلسل واللي انا مش موافق عليه بس هقوله لك، وهو انهم قالوا ان العملين فيهم خطوط كتيره، وده ممكن يربك عقل المشاهد اللي بيتفرج، ودي حاجه انا مش متفق معاها تماما، لان العملين هم عباره عن انترتينمنت خام ومتعه، سواء بصريه او متعه في الحدوته اللي بتتحكي والغير متوقعه. والعملين الحقيقه مكتوبين بطريقه بيرفكت، وصعب تلاقي فيهم اي بلوت هولز نهائي. وانا شخصيا بفضل الفيلم عن المسلسل، لان اداء ماثيو ماكونهي وهيو جرانت وكولين فيرل لا حاجه مستوى تاني خالص. وبرغم ان برضو المسلسل فيه اداءات تمثيليه عظيمه، بس انا على طول هفضل بميل للافلام. واخيرا تقييمي لفيلم ذا جنتلمان هو 9.5 من 10. فيلم جميل جدا جدا وريكومندد، وهو واحد من افلامي المفضله، وينصح بمشاهدته، هتلاقيه موجود على النت عادي. وانا ليه قلت 9.5 مش 10؟ لان ال10 من 10 دي ما بياخدهاش غير افلامي المفضله، ودي لسته كده صغيره خالص يعني. ونقيم المسلسل برضه، قيمنا الفيلم ونقيم المسلسل، وتقييمي لمسلسل ذا جنتلمان هو 8 من 10. مسلسل برضه ينصح بمشاهدته، وهو مش كبير يعني، وهتلاقيه على النت برضه عادي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو انت عندنا على يوتيوب سبسكرايب بقى ولايك، ولو عندنا على فيسبوك ابعت لاصحابك وحبايبك والحاجات اللي انت بتحبها دي. وبس كده، سلام عليكم. قفل يعني.